الدرس التالت بقى في الوحدة التانية تاريخ. عندنا هنا بيتكلم على عصر الدولة الحديثة، لأن احنا قسمنا الوحدة دي لثلاث فترات: عصر الدولة القديمة، وعصر الدولة الوسطى، وعصر الدولة الحديثة. ده طبعا عصر الدولة الحديثة بيطلق عليه اسم تاني أو مسمى تاني، بنسميه باسم عصر المجد الحربي، وهنعرف ليه اتسمى بالاسم ده في الدرس. الدرس ده بيتكلم على شوية فترات كده في تاريخ مصر كانت بتتميز طبعا بالقوة. بيحكم مصر في الوقت ده ملوك أقوياء، وهنعرف عملوا ايه. طبعا احنا الدرس اللي فات انتهينا بانتصار الملك أحمس على الهكسوس، وانه طردهم من مصر واعاد لمصر الامن والاستقرار، وبدأت البلاد يحصل لها عملية تنظيم، وتظهر لنا فترة جديدة سميناها باسم عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة ده بيطلق عليه أسامي تانية، ممكن نلاقيها باسم تاني، زي مثلا بنسميها باسم عصر المجد الحربي أو عصر بنات الإمبراطورية. طيب يعني إيه أصلا بقى الإمبراطورية دي؟ الإمبراطورية دي هي دولة كبيرة تسيطر على مناطق وشعوب مختلفة تحت قيادة مركزية قوية. لما تبقى انت قوي بتقدر ان انت تعمل امبراطورية، تقدر تسيطر على بلاد كتير، شبه البلاد اللي احنا عمالين بنرسمها دي، كلها بلاد هي بتحكمها كلها على بعضها بقى دولة قوية. ده اللي بسميه الامبراطورية. يبقى هي دولة كبيرة تسيطر على مناطق وشعوب مختلفة، مناطق من كذا مكان وشعوب مختلفة من برضو كذا مكان. كل المناطق وكل الشعوب دي بتبقى تحت قيادة مركزية قوية بيحكمها حاكم قوي. وتتشكل هذه الدولة عبر الفتوحات أو التحالفات، وفيها ثقافات كتير. ممكن بقى بسبب الحروب والانتصارات فانت قدرت ان انت تعمل امبراطورية قوية، او حتى بسبب التحالفات، زي بالظبط الصورة اللي قدامنا دي. اللون البينك اللي في الخريطة ده الامبراطورية المصرية، كانت بتشمل اماكن كتير قوي. طبعا المناطق اللي واخدة اللون البينك بالتحديد دي ملك واحد بيسيطر على كل المناطق دي، فعشان كده بنقول هي دولة كبيرة تسيطر على مناطق وشعوب مختلفة تحت قيادة مركزية قوية. عصر الدولة الحديثة اللي هنتكلم عنها النهاردة بتشمل 3 أسرات، من الأسرة ال 18 لحد ال 20، يعني 18 و19 و20، 3 أسرات بالتحديد. طيب ايه أهم خصائص أو مميزات عصر الدولة القديمة؟ الفترة دي كانت بتتميز بإيه؟ كانت بتتميز عندنا 5 مميزات مهمين، 5 خصائص مهمين. أول حاجة وهي وجود جيش قوي. كان عندنا جيش، لأن كل الملوك كانوا بيهتموا بتطوير الجيش، والجيش القوي ده هو اللي بيساعدك على إنك تحقق النظام وتحقق الاستقرار الداخلي لمصر. أنت إزاي هتفرض سيطرتك؟ لما يكون معاك جيش قوي. إزاي هتحافظ على الأمن والنظام؟ لما يكون معاك جيش قوي. ازاي هتحمي بلدك من الاخطار والتهديدات الخارجية، ان حد يعتدي عليك يعني، او يفكر اصلا ان هو يعتدي عليك؟ ده برضو لما يكون عندك جيش قوي، فالجيش بيحقق لك اهداف كتيرة. تاني حاجة عندنا وهي تكوين الامبراطورية. لو ما كانش في مصر جيش قوي ما كناش هنكون قادرين ان احنا نعمل امبراطورية ونسيطر على شعوب وقبائل. طب هي الامبراطورية يا مستر المصرية في عصر الدولة الحديثة وصلت لحد فين؟ بيقول لي من نهر الفرات في الشمال، نهر الفرات طبعا هناك في العراق، المنطقة اللي هناك دي، لحد الجندل الرابع في الجنوب، لحد المنطقة دي بالتحديد. فدي كلها مناطق بعيدة طبعا جدا، من عند نهر الفرات لحد الجندل الرابع. والجنادل دي احنا قلنا ان هي صخور عملاقة بتبقى موجودة في نهر النيل. طبعا اجزاء في اسيا اللي هو عند نهر الفرات، كمان عندي اجزاء في افريقيا عند الجندل الرابع. ماشي. طيب تالت حاجة بيقول لي ان كل ملوك الدولة الحديثة اهتموا بالاتجاه نحو الجنوب، كانت مهمة بالنسبة لهم جدا الحدود الجنوبية لمصر. عشان كده تم ارسال العديد من الحملات العسكرية والرحلات التجارية نحو افريقيا. الملوك كانوا بيهتموا جدا، يا بيبعتوا الجيش يا بيبعتوا التجار. يروحوا فين؟ يروحوا عند الحدود الجنوبية، يبيعوا ويشتروا هناك، يأمنوا الحدود اللي هناك، وهكذا. كمان عندنا رابع حاجة هي الازدهار الحضاري. الازدهار الحضاري ده بيقول لي
بسبب التقدم اللي كانت فيه مصر، اصبحت مصر في الفترة دي مركز حضاري متقدم. احنا اللي كان عندنا الحضارة والعلوم المختلفة، وده ادى الى وجود تأثير متبادل بينها وبين الحضارات الاخرى. بقى في ناس يجوا يدرسوا عندنا في مصر، في ناس بتيجي تتعلم عندنا في مصر. وفعلا ده اللي كان بيحصل. ليه؟ لانهم كانوا بييجوا يتعلموا عندنا بسبب التقدم والتطور العلمي والازدهار الحضاري اللي كان عندنا في الفترة دي. خامس حاجة، ودي حاجة مختلفة ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر، وهي الثورة الدينية. الثورة الدينية اللي قام بيها الملك إخناتون. إخناتون ده اللي هو أمنحتب الرابع. الملك ده دعا إلى عبادة إله واحد. قال لهم يا جماعة مش هينفع تعدد المعبودات ده، كلنا مع بعض كده هنعبد إله واحد بس، وهو الإله آتون. الإله آتون ده رمز ليه بقرص الشمس، اللي هو الشكل بتاع الشمس ده، قرص الشمس اللي هو طبعا ده عندي ده شكل الشمس اهوت لما بنيجي نرسمها من واحنا صغيرين. ده طبعا ثورة دينية، تعدد المعبودات قضى عليه. قال لهم يبقى هنعبد إله واحد بس، وهنتكلم عنه بالتفصيل لما نروح له إن شاء الله. فده الخمس مميزات بتوع عصر الدولة الحديثة. 5 حاجات مهمين: جيش، إمبراطورية، الاهتمام بالجنوب، كان عندنا ازدهار حضاري، كان عندنا ثورة دينية. طيب أشهر ملوك بقى اللي هنبدأ نتعرف عليهم وإحنا ماشيين كده في الدرس ده. هنتعرف على شوية ملوك كلهم مهمين، كلهم كان ليهم انجازات للحضاره المصريه، زي الملك احمس الاول، الملك تحتمس الاول، حتشبسوت، تحتمس الثالث، توت عنخ امون، كمان عندنا رمسيس الثاني ورمسيس الثالث. هنمشي معاهم واحده واحده كده، وزي ما اتكلمنا على الملوك بتوع عصر الدوله القديمه واتكلمنا عن الملوك بتوع عصر الدوله الوسطى، هنتكلم برضو عن الملوك بتوع عصر الدوله الحديثه. وهنبدا باول واحد وهو مؤسس الفتره دي اصلا. مين؟ الملك اللي بسببه تأسست الدولة الحديثة، هو الملك أحمس الأول. الملك أحمس الأول طبعا كانت فترة حكم الملك أحمس الأول بداية تاريخ جديد لمصر، بداية فترة جديدة في تاريخ مصر. ليه بقى؟ لأن مصر في عهد الملك أحمس أصبحت بلدا أكثر أمنا واستقرارا ورخاء وتقدم. فمصر في الفترة دي كانت متقدمة جدا، لأن الملك أحمس هو اللي جه استطاع إن هو يهزم الهكسوس، واستطاع إن هو ينتصر عليهم. طيب إيه أعمال الملك أحمس بقى؟ إيه الحاجات اللي قدمها لمصر؟ عندي هنا بيقول لك اتخذ من مدينة طيبة عاصمة للبلاد. قعد في مدينة طيبة لأن دي أصلا بلده، هو كان أمير أصلا على طيبة. كمان اهتم بالحدود الجنوبية. عمل ايه بعد ما قضى على الهكسوس؟ بيقول لي توجه نحو الجنوب للقضاء على حركات التمرد واعادة الامن. بدأ ان هو ينزل في جنوب مصر بقى عشان يقضي على او يصلح الاضطرابات الداخلية، يعمل اصلاح طبعا في الادارة، ويقضي على الناس اللي كانوا رافضين حكمه. ده طبعا بعد ما طرد الهكسوس. لما يقول لي هو ليه نزل للحدود الجنوبية، هنقول طبعا للقضاء على حركات التمرد. حركات التمرد دي ان كان في موظفين مش بينفذوا اوامره ومش بيسمعوا كلامه. واعادة الامن، يبقى في امن وامان طبعا في الحدود الجنوبية تحت كده في جنوب مصر. كمان الملك احمس قام بحملة على فينيقيا. فينيقيا دي اللي هي بلاد الشام حاليا، اللي هي سوريا ولبنان، وادى ذلك الى بسط نفوذه عليها، يعني قدر ان هو يسيطر على فينيقيا. وبكده بيقول لي مهد، يعني جهز لتكوين الامبراطوريه المصريه. اول واحد كانت في دماغه فكره ان هو يعمل امبراطوريه كان الملك احمس. ده ظهرت امتى؟ لما عمل حمله على فينيقيا. رابع حاجه في الملك احمس هنا بيقول لي اهتم بالبناء والتعمير. كان بيهتم طبعا بانه يصلح المباني اللي اتدمرت اثناء احتلال الهكسوس لمصر. كل المعابد اللي اتدمرت بدأ ان هو يصلحها ويجددها ويطورها. وبذلك لم يكن عهد الملك احمس كفاحا مسلحا فقط، يعني الراجل ده ما كانش بيهتم بالحرب وبس. يعني احنا واخدين فكرة ان هو طرد الهكسوس وبس، خلاص كده كتر الف خيرك شكرا. لا طبعا، هنا في عهد الملك احمس اصلح المعابد اللي تم تدميرها اثناء احتلال الهكسوس،
اهتم بالبناء والتعمير، وكانت فترات من حكم الملك أحمس كانت بتتميز طبعا بالسلام وطبعا الهدوء. نبدأ نروح للملك الثاني طبعا معانا، وهو الملك تحتمس الأول. مين هو تحتمس الأول وأهم أعماله؟ الملك تحتمس الأول بيقول لنا هنا لما تولى الحكم، لما أصبح حاكم يعني على مصر، كانت مصر مستقرة داخليا، الأوضاع كانت زي الفل، كل حاجة 10/10، الدنيا مظبوطة على الآخر. كمان أهم أعماله بقى إن هو كمان اتجه نحو الجنوب تاني. هو الملك أحمس أنت لسه قايل لي دلوقتي إن هو اتجه نحو الجنوب، والملك تحتمس الأول هو كمان اتجه طبعا نحو الجنوب، حتى أصبحت مدينة نبتة ضمن حدود مصر. قدر إن هو يسيطر على مدينة نبتة، قدر إن هو يسيطر على المنطقة اللي هي تبع أصلا السودان، فحكمه وصل لحد هناك وسيطر على المنطقة دي. كمان نظم المنطقة في نبتة، لما سيطر عليها بدأ يحط لها نظام إدارة جديد. طب نظام الإدارة ده هيبقى عامل ازاي؟ عين عليها موظف وسماه باسم الابن الملكي لكوش. عين واحد هناك اداله رتبة كده، قال له بقول لك ايه، انت هتقعد في المنطقة دي وهنسميك باسم الابن الملكي لكوش. وبسبب الفعل اللي قام بده اللي هو تعيينه للموظف، بيقول لي انتشرت الثقافة المصرية هناك في المنطقة عندهم، لان بقوا بيعرفوا عننا اكتر، بقوا بيعرفوا عادات وتقاليد المصريين اكتر، بقوا بيعرفوا عن المصريين اكتر واكتر، وبذلك انتشرت الثقافة المصرية طبعا هناك في كوش. تالت حاجة اهتم بيها الملك تحتمس الاول هو انه اتجه نحو اسيا. وصل او خرج كده على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، ووصل هناك لحد نهر الفرات اللي في العراق طبعا. ماشي، ده حاجة كويسة، ده من ضمن طبعا توسيع نفوذه او سيطرته. كمان رابع حاجة انه اهتم بالعمران وتشييد المباني. الراجل ده كان بيهتم جدا بالمباني الجديدة، بالمعابد الجديدة بالتحديد، فعمل على تطوير معبد الكرنك. قال لك انا لازم اخلي معبد الكرنك ده يكون المعبد الرئيسي في طيبة، هخليه هو اهم معبد هناك في الاقصر حاليا، يعني كان الاقصر بتتسمى زمان باسم طيبة. زائد كمان انه فضل الملك تحتمس الاول ان يدفن في مكان خفي. لما قال لهم يا جماعة لما تيجوا تدفنوني حطوني في مكان محدش يعرفه، وجاب المهندس بتاعه اسمه إنيني. جاب مهندسه إنيني ده وقال له بقول لك ايه، انا عايزك تعمل لي حتة مقبرة كده مفيش حد يعرف عنها. وطبعا عمل المقبرة بتاعته في وادي الملوك ليدفن به. عمل له مقبرة، حتة مقبرة هناك في منطقة اسمها وادي الملوك، والمقبرة دي ندفن فيها. مجمل أعمال الملك تحتمس الأول نقدر نقول إن هو بسط نفوذه على الجنوب والشرق. الجنوب عشان كوش، والشرق عشان نهر الفرات لما وصل لحد هناك، وبدأ تعمير البلاد، وكمان انتشر الرخاء في عهده. يعني البلد كانت وضعها كويس، الراجل ده عمل على تقدم مصر، أصلح من أحوال مصر طبعا. ده طبعا أهم أعمال الملك تحتمس الأول. طيب بعد تحتمس الأول جت عندنا واحدة ست، الملكة طبعا حتشبسوت. الملكة حتشبسوت دي من أشهر الستات اللي تولت حكم مصر. يعني الملكة حتشبسوت دي حكمت مصر 20 سنة، بس كانت ملكة طبعا محبة للسلام والأمن والاستقرار والكلام ده. عشان هنا بيقولك أغلب الأعمال بتاعتها في عصر الدولة الحديثة تميزت بإيه؟ تميزت بإنجازات سياسية، عملت حاجات كده تحكم البلد نظرا للفترة الطويلة اللي كانت فيها ملكة على مصر. إنجازات اقتصادية، إنجازات ثقافية، إنجازات عمرانية، يعني بنت حاجات كتير خلال فترة حكمها. هو مش جايب لي تفاصيل عنها قوي، بس جايب لي إن هي كان لها أعمال في مختلف المجالات، إنجازات بقت سياسية، اقتصادية، ثقافية، وحتى كمان عمرانية. نروح بعد كده على أهم ملك في عصر الدولة الحديثة. أهم ملك
وعندنا هنا نكمل باقي ملوك عصر الدولة الحديثة، ونكمل معاهم الملك الرابع معانا وهو الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث ده هو أعظم ملوك مصر في الحرب والإدارة. طبعا هو الملك الأقرب ليا، اللي أنا بحبه أكتر واحد أصلا في عصر الدولة الحديثة. الملك ده ليه أعمال عظيمة جدا، ملك شاطر في حاجات كتير، شاطر في الحرب وشاطر في الإدارة. يعني كان بيحارب وينتصر ومفيش منه. طب وإدارة الدولة برضه كان مفيش منه. طب ازاي الكلام ده؟ نبدأ نشوف الأول في مجال الحرب ايه اللي عمله. الملك تحتمس الأول آسف، الملك تحتمس الثالث قاد 16 حملة عسكرية على آسيا. خرج يحارب 16 مرة في آسيا، طبعا عشان يأمن الحدود مصر هناك ويظبط الدنيا. وأغلب الحروب بتاعته دي كان بينتصر فيها. ده مبدئيا كده فتح كلام، بس كده عمل 16 حملة عسكرية على آسيا. طيب بعد كده كمان بيقول لي بنى الملك تحتمس الثالث اسطولا حربيا قويا. عمل مجموعة من السفن كده، الاسطول يعني مجموعة من السفن، سفن كتيرة جدا، ونزل بها في البحر. واستطاع بسبب الاسطول بتاعه ده ان هو يبسط سيطرته على الكثير من جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا. قدر انه يسيطر على اماكن كتير جدا، سواء في البحر المتوسط او حتى هناك عند فينيقيا. فينيقيا اللي انا لسه سايبها بنسميها بلاد الشام. تمام. كمان الملك ده اهتم بالتوسع في افريقيا. فحملته ال17 بقى، احنا لسه سايبين فوق قلنا ايه؟ قلنا قاد 16 حملة عسكرية. طيب الحملة ال17 بقى دي بيقول لي كانت فين؟ كانت هناك طبعا على بلاد كوش. دي الحملة ال17. قرر ان هو يروح يحارب هناك في الحدود الجنوبية، هناك مملكة كوش. وفعلا قدر ان هو ينتصر هناك على كوش وعمل امبراطورية كبيرة. سيطر على بلاد كتير، قال لك يا نهار اسود كل البلاد دي بقت بتاعت انا لوحدي، وفعلا بقى بيحكم كل البلاد دي. امتدت الى الجندل الرابع. الجندل الرابع ده بعيد قوي، يعني داخل في نص السودان. طبعا مسافة بعيدة. بقى بيحكم مصر وبقى بيحكم فينيقيا وبقى بيحكم كمان عندنا اللي هي الجندل الرابع. كل دي بلاد كان بيحكمها، وعشان كده بنقول عمل امبراطورية طبعا عظيمة. طيب يبقى دلوقتي عمل 16 حملة على آسيا، عمل اسطول بحري قوي قدر بسببه ان هو يسيطر على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا. حملته ال17 كانت على بلاد كوش، وفعلا قدر ان هو يؤسس امبراطورية كبيرة وصلت لحد الجندل الرابع. من اشهر المعارك بقى اللي دخلها، ومعركة بتدل على قد ايه ان هو كان جامد قوي في التخطيط الحربي، هي معركة مجدو. معركة مجدو دي بيقول لك ما بين طبعا اي معركة لازم اعرف اطرافها. اطرافها يعني مين كان بيحارب مين. عامل زي ما بشوف خناقة كده في الشارع فبقول ايه يا جماعة في ايه، هو مين بيتعارك مع مين. اهو ده بالظبط الاطراف. الاطراف يعني مين بيحارب مين. الملك تحتمس الثالث اللي هو ملك مصر ضد امراء اسيا. ده مش واحد بس، لا ده مجموعة كده كلهم ايه اتجمعوا مع بعض بقيادة واحد اسمه امير قادش، وقرروا انهم يدخلوا حرب مع الملك تحتمس الثالث. طيب ايه كان سبب المعركة دي؟ ايه سبب الحرب ده اصلا؟ بيقول لي هنا خروج امراء اسيا عن الحكم المصري. انهم طبعا ما كانوش بينفذوا اوامر الملك تحتمس، ما كانوش بيستجيبوا لقراراته، ولا كانوا بينفذوا اللي هو عايزه. فطبعا قرر ان هو يحاربهم. عسكر امراء اسيا طبعا هناك عند منطقه اسمها مجدو بفلسطين. المنطقه اللي على الخريطه هناك بالظبط هي منطقه مجدو دي في فلسطين. عسكر امراء اسيا هناك فضلوا مستنينه في المنطقه دي. حلو، هناك في فلسطين في منطقه اسمها مجدو. فخرج الملك تحتمس بجيشه، طلع من مصر، طلع لهم من تحت بقت ايه، من طيبه. قال لهم تستنوا بقت كده عليا، انا جاي لكم اهو استنوني. وفعلا راح لهم هناك وقدر ان هو يحاصرهم يعني يمنع عنهم كل حاجه. منع عنهم الدخول والخروج والاكل والشرب وكل حاجه، لحد ما في الاخر استسلام امراء اسيا للملك تحتمس الثالث. امراء اسيا دول كلهم استسلموا للملك تحتمس، وبكده انتهت المعركه بانتصار الملك تحتمس الثالث على امراء اسيا في معركه مجدو. فطبعا في اطراف
في اسباب، في احداث، كمان في نتائج. كل ده طبعا من احداث معركة مجدو بالتحديد. طيب كل ده يا مستر ماشي، كل ده كلام جميل، كل ده بيثبت قد ايه هو في مجال الحرب كان جامد ومفيش منه اتنين. فعلا هو كان جامد ومفيش منه اتنين. طيب عشان كده المعركة اعماله والمعركة كمان اللي دخل فيها اللي هي من اهم المعارك اصلا في تاريخ مصر. طيب تعال نشوف بقى في مجال الادارة. يعني هو في الحرب جامد خلاص، في الادارة بقى كان شاطر ازاي؟ بيقول لي الملك تحتمس قام طبعا بالحملات الحربية كتيرة جدا، عمل حملات كتيرة جدا واهتم بأمور البلاد الداخلية. يعني كان بي يصلح أحوال البلاد، بيهتم بكبار الموظفين، بيهتم بالحكومة، بيهتم بالحاجات دي. كمان عمل معابد ومسلات، المعابد طبعا للآلهة، وعمل مسلات كتير. المسلات دي بتبقى حاجة مرتفعة كده لفوق، وكان بيتكتب عليها إنجازات الملك. الحته اللي جايه دي بقى رقم 2 هي اللي مهمه قوي قوي خالص، وهي ايه؟ اتبع سياسات سلميه مع امراء اسيا للحفاظ على الامبراطوريه المصريه. ازاي الملك تحتمس كان او قرب نفسه من امراء اسيا؟ خلى علاقته كويسه بامراء اسيا. تقول لي امراء اسيا يا مستر هو مش لسه كان هازمهم فوق؟ اه فعلا هزمهم، وجت بعدها بفتره حسن علاقته بيهم. قال لك يا عم والله انا ممكن اكسبهم ويبقوا في صفي ومن غير ايه ما يبقوا اعدائي. طب عمل معاهم ايه؟ بيقول لك تقريب امراء اسيا منه وثبتهم في الوظائف. يعني بقى بيقربهم منه، بقى بيعينهم في الوظائف المهمة في مصر، وكان حتى عندهم هناك في آسيا في المنطقة بتاعت بلاد الشام كان بيعينهم برضو في الوظائف هناك. كمان الحتة اللي جاية دي بقى حتة ما يعملهاش غير واحد ايه؟ معلم. والملك تحتمس فعلا كان معلم في الحتة دي. هو أخذ بعض أبنائهم إلى مصر لتعليمهم العادات والتقاليد المصرية. قال لهم يا جماعة ما تبعتوا لي عيالكم يجوا يدرسوا عندي في القصر، يتربوا مع عيالي، يتعلموا عندي. وفعلا لما الأولاد الصغيرين دول جم مصر فضل يغرس في نفوسهم، يعلمهم حب مصر، ويعلمهم الولاء لمصر، ويعلمهم ان مصر دي مش عدوتهم، حتى اذا ما عادوا الى بلادهم وتولوا الحكم يصبحوا من اتباعه المخلصين. عشان لما العيال الصغيرة دي تكبر وتبقى مسؤولين عن الحكم هناك في اسيا، عمرهم ما هيفكروا انهم يعادوا مصر، لان هيقول لك لا احنا مش ناسيين ان الملك جابنا من واحنا صغيرين وعلمنا في مصر وربانا في مصر وعيشنا في مصر. فهيطمر فيهم اللي عمله الملك تحتمس الثالث معاهم، وعمرهم ما هيتعرضوا لمصر بأي أذى أو حتى إنهم يجوا يحاربونا في يوم من الأيام. عشان كده بنقول إن الملك تحتمس الثالث كان ملك شاطر قوي، وكان ذكي قوي، وبيفكر كويس جدا. عندنا الملك الخامس بقى وهو الملك توت عنخ آمون. الملك توت عنخ آمون ده بيقول لي تولى عرش مصر خلفا للملك إخناتون. يعني لما إخناتون مات جاء من بعده على طول الملك توت عنخ آمون. وتوت عنخ آمون ده لما تولى الحكم كان صغير في السن، ما كانش لسه شاب بقى قوي وبتاع، لا ده كان لسه صغير. طيب الملك توت عنخ آمون ايه اهم اعماله؟ ايه الحاجات اللي عملها في مصر لما تولى الحكم؟ هنا بيقول لي عمل حاجات كتير طبعا، زي انه اعاد مدينة طيبة عاصمة للبلاد. هي كانت اتغيرت والله يا مستر؟ اه فعلا. ايام اخناتون كان خلى العاصمة اخيتاتون، بنى مدينة جديدة اسمها اخيتاتون وخدها عاصمة. لكن لما مات اخناتون بقى توت عنخ آمون قرر ان هو يرجع العاصمة تاني تكون طيبة. ماشي. تاني حاجة اعاد عبادة الاله آمون، رجع عبادة آمون تاني. امال ايه هما كانوا بيعبدوا ايه يا مستر؟ كانوا بيعبدوا الاله آتون ايام اخناتون طبعا. لكن لما هو تولى الحكم بقى توت ده بيقول لي رجع عبادة آمون تاني وغير اسمه. كان ندل قوي، كان ما يعرفش كان ندل خالص. كان اسمه توت عنخ آتون، راح مغير اسمه ايه؟ توت عنخ آمون. ده طبعا غير اسمه خالص من آتون لآمون. ماشي يا عم. كمان أمر بإصلاح المعابد التي تضررت خلال فترة حكم إخناتون،
فضل عامل زي احمس كده بالظبط. احمس برضه هو كمان صلح المعابد اللي اتدمرت ايام الهكسوس. فالملك توت عنخ امون هو كمان اصلح المعابد التي تضررت او حتى اغلقت خلال فترة حكم الملك اخناتون. كمان بيقول لي شيد معابد في جهات مختلفة، عمل معابد جديدة بقى في اماكن كتيرة، زي مثلا عمل في مصر وعمل في السودان، شمال السودان هناك، عمل معابد هنا وهنا، معابد كتيرة طبعا لعبادة الاله امون. كمان بنى او حط بعض الاضافات المعمارية باسمه، كتب شوية كده حاجات، حط شوية رسومات في معبد الكرنك والاقصر. الرسومات دي والحاجات اللي اتكتبت دي، الاضافات يعني المعمارية، اتكتبت باسمه طبعا عشان الناس تفتكره بعد عمر طويل طبعا. طيب الملك توت بقى ليه مشهور قوي؟ يعني ليه الناس في العالم كلها تسمع عن الملك توت عنخ آمون؟ وده بسبب اكتشاف مقبرته سنة 1922 بالظبط، يعني من 100 سنة. لقينا مقبرته في وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر، والمقبرة بتاعته دي احتوت على كنوز أثرية لا مثيل لها، كنوز مش موجود زيها في العالم كله، بتدل على قد ايه الفن المصري زمان كان متقدم عشان يطلعوا لنا حاجات بالشكل ده. وده طبعا هو ليه الملك ده مشهور بشكل كبير خالص.